أنا أم دايما بزعق. عيالي لما يغلطوا غلطة قد كده بلاقي نفسي بنهار وبصرخ وبتعصب. مش طايقة زنهم، مش طايقة أي غلطة. والمشكلة اللي قد كده بتاخد مني رد فعل كبير قد كده، وبعديها بقعد أعيط لوحدي وبسأل نفسي، هو أنا كده أم وحشة؟ الحقيقة يا ست الكل لأ، انتي مش أم وحشة، انتي أم مضغوطة، أم مرهقة، أم ما عندهاش مساحة نفسية لنفسها، أم مخها اتملى دوشة عيال ومشاكل بيت وواجبات دروس ومدارس وتنظيف ومكوى ودروس وتمارين وي وي وي. أم تاهت وسط ده كله، فطبيعي مخها ما بقاش فيه مساحة لنفسها. لما تلاقي نفسك كده يبقى مش بس عشان سلامك النفسي، ده عشان سلام عيالك النفسي، عشان بيتك، عشان حاجات كتير جدا. ادي لنفسك مساحة نفسية تصححي فيها وترممي فيها اللي باظ جواكي. ادي لنفسك مساحة تسمعي فيها أغاني، تريحي فيها من شغل البيت، مفيش أكل، مفيش هعمل حاجة. ادي نفسك مساحة تخرجي مع حد من أصحابك. ادي نفسك مساحة تفتحي المصحف كده وتقري فيه، تصلي من غير ما حد ينادي عليكي ويا مامي ورايا كذا، يا مامي ميعاد التمرين، يا مامي تعالي عايزة أعمل كذا. ادي لنفسك مساحة تفصلي فيها، مساحة لنفسك، مساحة تعملي فيها رياضة، تروحي تتمشي فيها بلا هدف، مساحة حتى تقعدي ساكتة فيها ما تعمليش فيها أي حاجة. المساحة دي مش بس ليكي، المساحة دي عشان السلام النفسي لأولادك قبل ما ليكي انتي. ما تنسيش ان الطاقة اللي انتي بتديها كل يوم بتخلص، وهيجي يوم وهتقف خالص. العصبية دي مؤشر انذار كبير جدا بيهدد عيالك قبل ما بيهددك. ادي مساحة لسلامك النفسي عشان تقدري ترممي نفسك، عشان تقدري تكملي اللي جاي. علم النفس الحديث بيقول ان المخ لما بيتعرض لضغوطات كتير جدا مش بيدي لنفسه مساحة للتفكير، فبيدي رياكشن سريع. الرياكشن ده رد فعل سريع اللي انتي بتشوفيه في زعيقك لحاجة غلطة صغيرة قد كده. الرياكشن ده اللي هو الزن اللي انتي مش مستحملاه، اللي هو كلمة جوزك اللي بيقولها على طول بس دلوقتي خلاص قفلت مش قادرة، اللي هو تمرين بنتك اللي اتأخرت فيه، اللي هو درجة نقصت فيها. مخك مش بيدي مساحة يفكر، بياخد رياكشن سريع وعنيف. ادي مساحة لنفسك تقدري تكملي بيها يومك، تقدري تكملي بيها حياتك. ادي لنفسك مساحة تخرجي من القوقعة اللي جواكي، قوقعة الالتزامات والمذاكرة والدروس والضغوط.